من الآخر قيام الليل عندهم وليه، والباقي لا يعرف قيام الليل، والباقي لا يعرف صلاة الفجر في المساجد. وسترى بأم بصرك وستسمع أنه بعد انقضاء رمضان نعود إلى عادتنا القديمة. فاليوم في هذا المسجد صلينا الفجر أزيد من 7 صفوف، وفي اليوم الثاني، اليوم الأول شوال، لأن الناس يسهروا يجوا يصلوا الفجر ويجيبوا العيد بعدين يروحوا يرقدوا، لكن اليوم الثاني نوليو لعادتنا القديمة، صف واحد مع الإمام. الله يبارك. هنا في المقصورة اسمعوا الإمام ويقول رمضان ومن كان يعبد الله في رمضان ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذه تسمى الانتكاسة. رمضان 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 رمضان، بعدين راح رمضان راحوا معه وانتهى الأمر. فلا مسجد ولا جماعة ولا حلقة ولا مجلس، خلاص يغيب خلاص كلية. سموها علماءنا قالوا الانتكاسة الكبرى، ينتكس الإنسان وينتهي. فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت.